ليه في شر في العالم؟ وليه ربنا ما خلقش عالم ما فيهوش شر أصلا؟ وليه في أمراض وآلام وظلم؟ لو الأسئلة دي شغلتك قبل كده، حاول تكمل الفيديو للآخر، لأن الصورة مش كاملة زي ما أنت فاكر. لو بصينا على الشرور والابتلاءات في الدنيا، هنلاقي إنها مش نوع واحد، في أنواع مختلفة. ولو فهمتها، الشبهة دي هتبدأ تختفي. في نوع من الشر ربنا قال عنه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. خليني أقرب لك الفكرة. انزل اشتري حاجة من سوبر ماركت، هتلاقي ميزان مش مظبوط، سعر أعلى بدون سبب، بضاعة مغشوشة. هل في حد أكبر الشخص ده يعمل كده؟ ولا هو اختار؟ الغريب بقى إن نفس الشخص ممكن بعد كده يقول: أنا حياتي كلها ابتلاءات، ليه يا رب؟ أو واحد ياكل حق إخواته في الميراث، وبعد سنين يخسر أو يمرض ويقول: ربنا ابتلاني. أو واحد عايش في ربا وظلم، وبعدها يخسر كل حاجة، الحلال والحرام، وننسى هو كان بيعمل إيه. مش بقول إن كل مصيبة عقاب مباشر، لكن بقول إن جزء كبير من اللي بنعيشه هو نتيجة اختياراتنا. أحيانا بنزرع أفعال غلط ونستغرب لما نحصد نتائج صعبة. ربنا خلق الخير والشر، لكن ما أجبركش على الشر. اداك حرية الاختيار، لكن بدون الحرية مفيش خير حقيقي أصلا. ربنا سبحانه وتعالى قال بعد نزول آدم للأرض: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني اختيارك هو اللي بيحدد طريقك. لكن في نوع تاني من الشر مش بإيدك: مرض، فقدان، ظروف صعبة، وده ليه معنى تاني: اختبار. الدنيا مش جنة، دي دار اختبار. الحياة مش المفروض إن هي تبقى خالية من الألم، لأنها مش النهاية. في ناس تعبت جدا في الدنيا، لكن في الآخرة كل ده هيختفي. إزاي هيختفي؟ في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، يحطه في جهنم فترة صغيرة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ يعني فاكر أي خير عشته في الدنيا؟ هل مر بك نعيم؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، واحد كان عايش حياة بؤس في الدنيا ودخل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيوضع في الجنة فترة صغيرة بسيطة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ فاكر أي بؤس عشته في الدنيا؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. فما أهون الدنيا بجوار الآخرة، فلا يقاس فان بباق، ولا يقارن نعيم الآخرة وعذابها بنعيم الدنيا وشدائدها. فلا وجه للمقارنة بين دار العمل ودار الجزاء. لكن في نوع ثالث من الشر، وهو شر ظاهره شر. في حاجات بنشوفها شر لكن مش شايفين الصورة كاملة، زي قصة موسى والخضر كده. حاجات ظاهرها شر لكن وراءها خير. وفي نوع تاني من الصعوبات في الدنيا للتربية. أحيانا الصعوبات بتربي الإنسان، حتى احنا مش بنحقق كل طلبات أولادنا عشان ما نفسدهمش. فبعض الألم جزء من بناء الإنسان. هيقعد واحد ويقول لك: طب ليه الناس بتظلم وعايشة مبسوطة؟ رد عليك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يعني اللي شايفه نعيم ممكن يكون اختبار، انت مش شايف الصورة كاملة. عاوزك تتخيل معايا انك دخلت قصر ضخم رائع، كل حاجة فيه متقنة، وبعدين تشوف جزء صغير فقط في القصر مش عاجبك. هل هتقول ان المصمم غبي، ولا هتقول اكيد في حكمة انا مش فاهمها؟ واكيد المصمم
صنع الجزء الصغير ده الشاذ جوّه القصر الكبير ده المُبدع لحكمة معيّنة أنا مش عارفها، ولله المثل الأعلى. الشر مش نوع واحد، جزء منّه من اختيارنا، وجزء منّه اختبار، وجزء ليه حكمة مش شايفينها، وجزء لتربيتنا. فلو فهمت الصورة كاملة الشُبهة كلّها هتختفي. جرّب تعيش صح، وقتها هتفهم أكتر، ولو عندك شُبهة تانية اكتبها في الcomment.